الشيشة والحشيشة يا الرقي والقلاص ويا نضرب بالبيضات وكي ولا اسمع ريضات. واش جيش تحقيقات. وقبل لا ندخلو في الموضوع كنبغي نشكر هاد المحققين اللي شايقين في هادشي اللي كندير. عارف العدد قليل ولكن ماشي مهم، المهم هو تفهموني شنو باغي ندير وشنو كنسعى عليه دابا، وتكونوا فاهميني والتفاهة باغي نحيدوها بسبب ديالكم والمساعدة ديالكم نتوما غادي ننجحو في هادشي بطبيعة الحال بالفضل ديال الله وبسبب نتوما اللي غادي ننجحو في هادشي. المهم خليكم مع موضوع الفيديو. كل زاوية في كل شارع كنشوفو بخار اللي طالع وريحة حلوة كيبان عادي، ولكن واش فعلا عادي؟ واش هاد الفايب اللي ولات موضة جديدة هي غير وسيلة للمتعة ولا فيها ما هو أخطر؟ هاد السيجارة العادية جا الدور ديال الشيشة الإلكترونية، شكل اللي هو زوين، نكهات متنوعة وسهلة في الاستخدام، لكن الحقيقة المرة هي أن هاد الجهاز صغير كيدخل مواد كيميائية سامة للجسم وبشكل كيخدع الناس الإحساس بالنظافة والأمان. غريب أن الظاهرة مبقاتش عند الشباب فقط، ولكن حتى شي بنات دخلوا في هاد الموجة بحال الشيشة الإلكترونية ولا ترمز ديال كول أو ستيل. وبعض التحقيقات الطبية بينت أن استعمال الشيشة الإلكترونية بشكل يومي كيسبب مشاكل في الرئة، القلب وحتى الدماغ، وبعض الحالات وصلت الإدمان الصامت خصوصا عند المراهقين اللي كيبداو بها غير بالكلمة ديال اجي نجربو. ما بين النكهة زوينة والدخان الخفيف كاين خطر كيتسلل بلا ما تحس، ومع الوقت يأثر عليك على الجسم ديالك. لذلك اخي المحقق وانت منجيش تاع التحقيقات منبغيش ليك تكون واحد من الضحايا تاع هاد السم المتسلل، وخليك مع مرور ديال الوقت تندم على اول نكهة استمتعتي بها ديك الوقت. وهنا السؤال الكبير، شكون كيربح من هاد الموضة وشكون كيدفع الثمن الحقيقي؟ هادشي كامل وكتار غنكشفوه بالحلقة الجاية، ونكشفو كواليس الفيب او بمعنى اخر النكهات السامة وكيفاش كيستهدفوا الشباب والبنات عبر السوشيال ميديا. خليك معنا وما تزابيش وخدم لي عقلك شوية وبعد لي من السموم. نشوفكم في الحلقة الجاي. محقق 1 دي كان هنا ان شاء الله. هذه السجائر أصبحت ترند، هي جذابة، لها أشكال وألوان مختلفة، تصاميم حتى لغير المدخنين تجذبهم وكأنها بونبون، حلويات، جنة الفواكه. انظروا، فيها 16,000 نكهة حول العالم، وهناك دول حضرتها بالتأكيد. هذه الطفلة